السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، اليوم موضوع جدا مهم، وهذا الموضوع شامل يخدم السوريين والعراقيين، يعني العوائل والأطفال والنساء والشباب تعبر البحر، وهذه الخطورة هي 80%، وبعدها قدامك 4 أو 3 دول يلا توصل للنمسا أو توصل للألمانيا. طيب، أنت من تجي الألمانيا يعني خلي بالك انت لاجئ يا اخي، اذا ما عندك قصة ما تقدر تقنع القاضي. انت اللاجئ لازم تكون عندك قصة. يعني انت تجي هنا يخلوك بالكم شهر شهرين 3 اشهر، راح يدزون عليك، يقولوا لك تعال عندك موعد محكمة، تروح تقابل القاضي. ايش راح تقول للقاضي؟ انت لا جايب مستمسكات، لا جايب وثائق، حتى ما مرتب قصة كيس، ما مرتب كلام. يعني انت ايش راح تقول للقاضي؟ راح تقول له أنا ابن عمي انخطف، جيراننا قتلوه، انفجرت سيارة مفخخة. القاضي ما يقتنع بهذا الكلام، يريد قضية شخصية صايرة معاك، حادثة معاك وياك، ويريد موعد وتواريخ، وراح يسألك ايش وقت وشلون حتى يقتنع. إذا تقول له أنا وضعي خطر، هو ليه أكو واحد ما يعرف إنه العراق وضعه خطر؟ جميع العراقيين، جميع أي إنسان موجود بالعراق هو مهدد حياته بالخطر. يا أحبائي، اللي يجي خليه يجيب وياه مستمسكات اثبات انه مهدد، انه هو مهدد، انه صار له فد حادث. اللي مريض يجيب معاه تقارير الطبيه. يعني انت تعبر هاي المسافه والخطوره والبحر بحر ايجا، هذا يعني بلا ناس يعني، وتوصل هنا بسلامه، وبالتالي يجي موعدك للمحكمه ما تعرف شنو تحكي مع القاضي، ومرتب قصة، وما عندك مستمسكات. يا أخي رتب هاي الأمور قبل لا تطلع. ترى حتى بالمفوضية السامية اللي اليو ان بجورجيا وبالأردن وبتركيا، ترى نفس القوانين. من يقعد يسألك شنو اللي صار معاك، شو وقت حادثة الأولى اللي صارت معاك، اعطيني التواريخ كذا، يعني حتى يقتنع العدو. شلون ينطيك موافقة طلب اللجوء إذا أنت ما عندك قصة أصلا؟ فأحبائي، هذا لازم تخلونه ببالكم. يعني يجي من العراق ايد من ورا وايد من قدام. خليني اعبر، هم يعرفون احنا وضعنا خطر بالعراق وكذا. نعم، انت راح تجي هنا بس راح تتاخر. هم انا اتكلم عن المانيا ما ترفض احد، المانيا ما ترجع احد، لكن راح تتاخر. اما باقي الدول الاوروبيه ترفض رفض تام. السويد رفضت جماعه ورجعوا للعراق، باقي الدول الاوروبيه رفضت. حتى في اليو ان اكو جماعه رفضوا بتركيا، انطتهم امريكا رفض. ليش؟ لانه ما عنده قصه مقنعه. رتب قصتك قبل لا تجي. راح تجي هنا لألمانيا او للنمسا او فنلندا. يمكن ألمانيا تختلف عن باقي الدول الأوروبية، بها شوية نوع عندهم طبيعة تختلف عن باقي الدول الأوروبية. يجي وياك لما يشوف وين بعد أنت، وين حدك. ما ينطيك رفض. أبو ألمانيا ما يعطيك رفض. فنلندا بعض الأحيان تنطي رفض. السويد إذا مو كيس مقنع رفض تام. قلت لكم حتى امريكا اللي هي اللي تابع المفوضيه الساميه في تركيا، اللي يجي الوفد الامريكي يقابل، ينطي رفض. هواي ناس طهم رفض، ما مقتنع بالكيس مالتي. فانت تعبر البحار وتعبر هاي المسافه كلها، وتعبت وصرفت ووصلت بسلامه. رتب كيس يا اخي. ترى اوراق مستمسكات تخليهن تطبقهن، تخليهن بكيس، ماكو اي مشكله. انت شايل جنطه على كتفك، شايل جنطه، خليهن بالجنطه. هويات، الباجات، كتاب تهديد. سوي قضيه بالعراق انه انت مهدد، جيب نسخه من القضيه من العراق، روح للمركز شرطه وروح للمحكمه، خلي محامي. وهذا جيبه هنا تفيدك. هاي تستعجل لك باللجوء بالاقامه مالتك. اما الزملاء الصحفيين والاعلاميين صراحه يعني اكو نوع من التعاطف معاهم. في مفوضيه الساميه التابعه لهيئه الامم المتحده، وايضا الاتحاد الاوروبي.
الإعلاميين دائما يكون هو مضطهد فكريا من جماعات مسلحة متعصبين كمثال. فالإعلامي دائما يصير له باب أولوي. المرأة أيضا تعتبر من نمبر 1. يعني المرأة اللي بدون محرم هذه يتعاملون معاها معاملة خاصة، عفوا، واللي معاها قاصرين أيضا هذه يتعاملون معاها غير ما يتعاملون مع الشاب، مع العائلة اللي معاهم رجال، فهذه تكون لها أولوية. بقت شغلة واحدة أحبائي، اللي مريض خلي يجيب الكيس والتقارير الطبية وياه، وكون تقارير طبية صحيحة، لأن هنا راح يخضع فحوصات طبية، وإذا طلعت التقرير الطبي اللي جايبه غلط أو مزور راح تسبب لك مشاكل. فاللي يعاني من مرض مزمن لا سامح الله أو أي مرض، فخلي يجيب التقارير الطبية معاه، هاي تفيده بالكيس مالته، تسرع من القضية مالته. بعد شغلة أحبتي، شغلة واحدة، اللي هي بعض من الناس ينزل فيديوهات، ها عفتونا، ها ليش طفرتوا طبعا بعض من عندهم أنا أعذرهم، هم لو ما يحبوكم ما يقولون هيك. يعني لو ما عاير لك انتباه كان قال حش السامع طز بيه خليه يروح، بس لا، هو دي ينزل فيديوهات، دي ينزل أغاني وطنية، دي يقول لك يابا لا تنسى العراق كذا. لا بالعكس، أنا أشوفه هذا الشيء يعني صالحنا، مو ضدنا، اللي بالعكس هم دا يحبوننا، لو ما يحبونا ما يقولون تعالوا ارجعوا. وارد اقول له فد شغله، اللي يقول اللي طلعوا جبناء وانهزموا، لا عزيزي، الهجرة حق مشروع وحق مكفول. إذا ترجع للتاريخ فراح تلقى الإسلام والمسلمين هاجروا، وعندنا هسه خير دليل السيد السيستاني هاجر من إيران إلى العراق. السيد السيستاني يمكث بالعراق هسه صار له 60 سنة، هو بالعراق نزح من منطقة بوستان وسيستان، جبال شمال إيران. وهسه السيد السيستاني الرمز الأول للشيعة بالعالم. يعني اللي يقول الهجرة ذلة ومهانة وما تقدر تحقق مستقبلك، لا عزيزي، لا، هذا الشيء خطأ. وأبسط مثال الحكومة الحالية كلهم كانوا مهجرين وكانوا لاجئين. يعني ليش ما واجهوا النظام السابق إذا هو قدها؟ وهو اللي هسه أنا اللي من خلال متابعتي الأخبار، إبراهيم الجعفري وموفق الربيعي، موفق اثنينهم دول كانوا في لندن. يعني هسه يقولون احنا هذا الطاقات الشبابية انت ما استثمرتها، اذن فرصتك راحت. هذا الشاب لو يموت لو يهاجر، فهو اختار الهجرة ما اختار الموت. واما تقول احنا في حالة حرب، اقسم بشرف العزيز وانا صادق وامام الجميع، اذا اليوم ابراهيم الجعفري والوزراء واياد علاوي ونور المالكي لزموا سلاحهم وقالوا احنا في المقدمة، بس مو بس نطق صور، لا بالمقدمة، انا هسه اركب طيارة واجي والبس عسكري. اذا يقولون احنا نتطوع، اكو جماعة يقاتلون بالحشد الشعبي على راسي، بس قسم من عندهم دي يقاتل من اجل حزبه. وشفتوا اخر شيء المبايعة، نعم اسميها المبايعة الكبرى اللي صارت مع مدحت المحمود. فأعزائي، أنا ما أريد أخرج عن وحدة الموضوع، اللي يجي يجيب الكيس معاه، يجيب قصة معاه، يرتب وضعيته، لأن راح يقابل القاضي يريد قصتك أنت، ما تقول له أنا والله ابن عمي انقتل، جيراننا انقتل، سيارة مفخخة، لا، أنت رتب قصة معاك، وأنا حاضر أي استفسار، أنا بخدمتكم، في مال الله.